السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم وصفه تاع سباغيتي بون صوص بلانش، يعني محبي لي بات او عجائن بالصلصه البيضاء راح كما قال الاخر يتمتعوا في هذه الوصفه. مباشره نروح نشوفوا الطريقه والمقادير. هنا واش عندي حبيبه تاع بصل تعمت نحطها في يدي باش تشوفوها بخير الحجم تاعها قد منها. الكميه هذه البنات انا راح دير لي نصف نصف يعني رطل تاع سباغيتي. دونك نتوما قد ما تزيدوا تضاعفوا قد ما تضاعفوا في الكميه تاع سباغيتي. هكذا هذه القاعده الاولى باش البنات ما يخفالكمش بلي هاد الاطباق السهله هذه تانيت عندها كيل. هاي ليكم شديت هاد السنينات تاع الثوم، راكم تشوفوا الحجم تاعها حوالي 3 الى 4 سنينات، راكم تشوفوا بلي صغار فريمون. نقطعها هكايا يعني البصله ديالي، ماذا بيكم البنات تقطعوها هكذا. هي شوفوا لانه هاد لاصوص راح ناخذوا منها هاد الشرائح بعد ما يطيبوا لنا ونرحيوهم، دونك باش يسهلوا لنا كي نجو نحيوهم. ومنها تانيت يقعدوا لنا شويه في هذيك لاصوص، يعني كي يقعدوا لنا 10 شرائح خير من كي يكونوا مقطعين مربعات، فهمتوني؟ دونك اسيي تقطعوها هكذا. هاي ليكم هنا في المقله ديالي حطيت قليله، كميه قليله بزاف تاع الزيت، راكم تشوفوا ملعقه تاع الزيت وهاد الكميه تاع الزبده. نخلي هاد لي دام يذوب بيان سور، ومن بعد نروح نحط هذاك البصل والثوم. هاي ليكم بعد ما حطيته نخليه يدبل، نحط له شويه تاع الملح، شويه تاع فلفل الكحل. هنا البنات انا في هذه الوصفه راح نستعمل يعني لا كريم فريش. لا كريم فريش تاع نهار اليوم اللي شريتها، يعني راهي متوفره في الاسواق، يعني في كل المحلات اللي هي هذه فونديليس، وفيها عده اذواق، كاين تاع الكوري، كاين تاع الغرويير، كاين يعني فيها عده اذواق. انا شريت هذه تاع الكوري يعني باش نديرها على يعني وكأنها فيها الدجاج هكذا، فهمتوني؟ البنات انا كنصيحه اللي ما عندكش هاد يعني لا كريم فريش اللي راح نستعملها، عادي جدا تقدري ديري كريم فريش عاديه وتزيدي لها مكعب مرق دجاج. يعني في اللاصوص هنا كي تكوني تبلي ديري مكعب مرق دجاج. اذا كنتي درتي هاد الكميه اللي راني دايرتها ديري نصف مكعب، لانه انا ما راحش ندير كونتيتي كبيره. هاي ليكم يا البنات خلوها تتكتك بيان بيان في هذيك الزبده، يعني تتنكه مليح. موراها يا البنات واش راح ندير لها؟ راح ندير لها مقدار تاع الحليب. انا هنا استعملت كاس تاع يعني تاع الجو، اي كاس عندكم تاع الجو، حطيت فيه كميه تاع الحليب، يعني كاس معمر للفم درتو تاع حليب، باش نخلي هذيك يعني البصله بعد ما تكتكت مليح مع الثوم نروح ندير لها هذاك الكاس تاعي تاع الحليب. هاي ليكم هنا دوك تشوفوا بلي راح نضيف لها هذيك لا كريم فريش اللي كان سبق ليا وقلت لكم تقدروا تبدلوها وديروها يعني كريم فريش عاديه مع مكعب مرق الدجاج، يعني نصف مكعب في هذه الكميه ديروا نصف مكعب. هنا البنات ما يخفالكمش بلي لا كريم فريش حطيت ملعقتين فقط، دوك تشوفوا كي نكون نفرغ فيها. فوالا هاي ليك يا ربي الملعقتين. شوفوا هاد لا كريم فريش كي نقول لكم زادت لها واحد الذوق، صدقوني يا البنات بزاف بزاف بنينه، والله ما راني نزيد عليها يعني في الوصف تاعها، عباكم روعه في المذاق. واكيد اكيد نضمن لكم بلي لو كان ديروها من بلا كريم فريش عاديه ديروا لها مكعب مرق دجاج، والله غير تخرج لكم نفس الذوق. انا كذلك حطيت في جبن ملعقتين تاع جبن. تقدروا شوفوا البنات انا دابيتود نديرها بالغرويير وبالشيدر كل خطره كيفاه، والله غير هاد الفرماج جا ابنن من انكم تحطوا لها هادوك الاجبان، يعني اللي راكم تعرفوا باللي راهم غاليين في الاسواق، بصح صدقوني بزاف بزاف جات بنينه. البنات هاد الوصفه ديروها ورجعوا لي الخبر. هايديكم خليها تتكتك شويه برك باسكو علاش كانت البصله طاحت كامل تبالت مع الثوم. اون فوا تتبان ندير هذيك الحليب هذاك، يعني كان ثاني تزاد عطاها طيابها، ومن بعد تبدا هكا تتكتكلي. اون فوا تولي بيان واجده معايا نطفي عليها. والبنات هنا لاصوص هاديه
انا نحي لها هذيك. شوفوا راح نوري لكم بلي هادوما راح نحيهم، راح نحي كميه قليله، يعني انفا كميه كبيره والقليله خليتها معليش، لانه حبيت لاصوص ديالي تكون فيها هذيك مي سينون اللي حبت تصفيها كاريمون ترحيها ماشي كاع بروبليم، كيف نفس الذوق. انا وريت لكم بلي لي بات رحت حطيتهم، انا حطيت قلت لكم نصف يعني نصف تاع النصف رطل، يعني نصف الباكي. شوفوا البنات هنا باش ما يخفالكمش بلي الماء حتى يغلي باش ديروا له الزيت. لقيت روحي ما كاميريتهاش، قاعده نقول راني ندير لهم هكا ما كاميريتلهاش، كاميريتش بلي درت لهم الزيت. ليسونسيال تعلموا كي تجوا ديروا لي بات في المرقه في الماء عفوا يطيبوا، ديروا الماء خلوه يسخن بيان، يعني يبدا يشد الغليه تاعو، باش ديروا له شويه تاع الزيت وشويه تاع الملح. البنات مليح تملحوا لي بات في الماء ديالهم، يعني هكداك يعني ملحوهم كيما يلزم، ماشي تملحوا غير هكا رشه، باش يعني لي بات يشربوا النكهه تاع الملح، يعني يجوا بنان. هاي ليكم خليتها وانا رحت لعبتها قفزه، ما قطعتهمش يعني ما قسمتهمش على اثنين، خليتهم هكذاك زعما يدبالوا لي هبطوا لي بالعقل بالعقل. من نتوما انا ما تعندونيش، روحوا ديروا مرميطه عاديه ولا بلوتو قدره عاديه وطيبوا فيها، ولا شوش اللي يساعدكم طيبوا فيه لي بات. هنا ما نكذبش عليكم كنت حابه نزرب. هاي ليكم يا البنات، ورحت شديت هذيك الكميه اللي قلت لكم نحيتها تاع البصل والثوم شويه، حطيتها في هذا ورحت نرحيها. هاي ليكم تحبوا تخلوها هكا خاثره، ولا تحبوا تزيدوا لها شويه حليب، تحبوا تزيدوا لها فرماج، تحبوا شوفوا ابدعوا، لانه لا صوص بلونش هذه بزاف بنينه، يعني مهما هي هكذا في حد ذاتها بنينه. تقدروا كذلك انا واحد الضربه نشفه درت لها زيتون خضر، فوالا. تعمدت نوري لكم هاد اللقطة لأنه البنات كاين يهضر مع الصغارات هاد الجزء. البنات ما يخفان لكمش بلي لا كريم فريش راهي مادة دسمة، يعني تخثر هذيك لاصوص. دونك قد ما علاش قلت لكم ديروش بزاف لا كريم فريش، مانيش نقول لكم انت لازم لك تشري ما باليش انا شحال لا كريم فريش، ديري في بالك بلي لا كريم فريش راح تزيد تخثرها. ومن بعد واش درت انا، شوفوا لاحظوا، رحت زدت شويه تاع الحليب في هذاك الطاس ديالي اللي نحيت منه لاصوص، عاود رجعتها للصلصه الاولى. يعني واش درت، هاد لاصوص نحيت منها كميه رحيتها بها بالبصله والثوم، وخليت الكميه الاخرى في المقله ديالها، عاودت بعد ما رحيتها رجعتها لهنا، ورحت شديت هذاك الطاس ديالي زدت شويه تاع الحليب وعاودت فرغته في لاصوص. يعني انا ماذا بيا نزيد نعزز هذيك يعني الكميه اللي خرجت لي من لاصوص، لانه ابخي تو مام اون فوا تبرد شويه تعاود تخثر. دونك البنات هاد الكميه راح تقدر دير لكم، يعني تاع الكاس تاع الحليب مع هاد لي دو كويير سوب تاع الكريم فريش، دير لكم تاع يعني تسقيه تاع حتى رطل تاع سباغيتي، يعني حتى كميه باكي سباغيتي. يعني هي ابخيتو راح تعتمد على الحليب، قد ما تختار لكم تحبوا تزيدوا لها شويه حليب، يعني تسخنوها وتزيدوا لها شويه حليب باش تعاودوا تسقيو سباكيتي. شوفوا البنات ولا اروع. شوفوا سورتو هذاك الكو تاع فونديليس. على بالكم دابيتود انا نديرها بلا كريم فريش كيما سبقت وقلت لكم، لكن هاد الضربه والله يا البنات كاني ما عمريش من راني ناكل. صدقوني ولا اروع، جربوها واكيد ماذا بيا يعني نفرح بتعليقاتكم كي تقولوا لي جربناها وخرجت يعني ولا اروع. ان شاء الله يا ربي تنال الاعجاب ديالكم، وعلاش لا. هاي ليكم هنا وريت لكم في هاد اللحظه بالذات نطفي عليها البنات، ما حش نزيد نطيبها، فقط تاخذ لي الغليه يعني الحليب وكذا يتميجوا مليح مع لا كريم فريش ويعني لا صوص ككل. يعني هنا رحت نوري لكم زعما الدريساج كي نحط هذيك سباغيتي. شوفوا معايا زعما رفتها هكا، رحت حطيتها لكم باش تشوفوا ابوبري كي تحبوا زعما طيحوا لهم بلي طعف طيبوا، يعني كفكره فقط. ومن بعد يعني عززيها بليتو هاد لي بات عززيها بلا صوص، تحبي ديريها في لي كوتي هكا، تحبي ديريها في الوسط، يعني ديري كيما يهوالك. هنا البنات فقط انا كنت حابه يعني ندير لها يعني نكسر لها اللون، لانه صدقوني باللي كي نكون كاميري في الليل ماشي كيما كي كاميري في النهار. هنا البنات كنت انا العشيه طيبتها ماشي الليل كامل، مي كنت العشيه هذاك وين دخلت لداري قلت ندير هاد سباغيتي اللي انا يعني انا والعائله تاعي نحبوها بزاف بزاف. خاصة على بالكم دي فوا ما يكونش كاين الدجاج في الدار، دي فوا ما كاش الصدر كاين غير تقولي وعلاش لا انا ماشي كل يوم نديرو الدجاج، من داك نديرو حاجه هكذا خفيفه ظريفه.
هاي ليكم. حاولت اني نوريها لكم كيفاش جات، ان شاء الله هي البنات تجربوها وتخلوا لنا ارائكم في التعليقات. في نهايه هذا الفيديو يا بنات ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، تخلوا لنا ارائكم في التعليقات، تدعموني بلاي لايك. والسلام.